صباح الورد والفل والياسمين والعصافير الحلوة. كلمتين والله يا جماعة، نفسي زي الناس اللي كلهم اتكلموا. يعني ادوني الفرصة دي. الأستاذ المحترم اللي هو أنا كنت بحترمه على فكرة، ومجرد يعني طلوعه أو ظهوره في أي حاجة كان بيخليني أبتسم. اللي طبعا الناس كلها مقطعة فروته اليومين دول، وهو يستاهل ويستحق. ومحدش بقى يطلع يقولك ايه ده قد ابوكوا، انتوا بتهزقوه، انتوا مش عارف ايه. لا، هو نال اللي يعني جزاؤه. ايا كان هو عمره ايه، ايا كان هو مركزه ايه، ايا كان هو بيعمل ايه في الدنيا، هو نال اللي يستحقه. ده غير كمان عقاب ربنا لو ما تابش عن اللي هو عمله ده، ان هو يطلع او غلطته مش غلطة صغيرة، ده غلطة قللت من شعب بحاله. بس كلمتين كده. شفت؟ ايا كان انت بقالك كام سنة بتمثل، 10 سنين، 5 سنين، سنتين، انت ضيعت سنين شقة وتعب ومرمطة من العمل ده للعمل ده للعمل ده. وانك تظهر حتى لو انت بتشتغل عشان الفلوس وبتظهر في ده عشان الفلوس والكلام ده، دي حاجة مش وحشة على فكرة. ان انت تبقى نشيط ودؤوب كده وعايز تطلع هنا ويبقى لك ظهور هنا ويبقى لك ظهور هنا، لا عادي على فكرة، من حقك. يعني انت عايز تعوض كل اللي فاتك، وعايز تشبع كل احتياجاتك الفنية، وعايز تعمل كل حاجة وتعوض السنين اللي انت ما مثلتش فيها او اللي كنت محتاج تبقى موجود فيها. ومحتاج فلوس ومش عيب. انتوا مهنتكوا لا ليها معاش ولا ليها اي حاجة ولا ليك اي دخل بقى. اما توقف تمثيل خلاص مش هيبقى عندك دخل، فمن حقك ان انت تجمع فلوس. بس انت ضيعت كل المجهود اللي انت عملته الفترة اللي فاتت دي بدقيقتين 3 على المسرح ما كانش ليهم لازمة فعلا. يعني قد ايه انا شفت ان الانسان اللي ما يفكرش واللي يبيع اخلاقه وضميره وفاكر انه هيكسب اللي جاي، لا، انت خسرت اللي راح، خسرت الفترة اللي راحت، وخسرت اللي جاي. وعشان تقف على رجلك تاني ويبقى حد يتبص في وشه، انت محتاج تعمل مجهود كبير قوي 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 قوي. انت عشان ترجع يبقى لك رصيد في قلوب الناس تاني، انت محتاج تقدم تضحيات كتيرة جدا جدا، وتتعب اكتر من اللي فات بكتير. وكان غلط انك تعمل كده، لانك انت مش في سن يسمح لك ان انت بقى تعوض كل ده. فخلي زفت الطين الست اللي قاعدة مهرية مننا. لان انا برضو بقول على الشخص بتاعهم ده اللي قلب الدنيا على الفنان محمد سلام، واللي خلاك تعمل كده. والله اعلم هو ادالك فلوس عشان تطلع بس تقول الدقيقتين دول وتعمل الحركة دي. مش بعيد يكون هو اللي حفظك السكريبت ده، هو كان المؤلف. فيعني يعني انت ضيعت كل حاجة بان انت اتفقت مع خالتي اللتاتة. قول بقى الخالتي اللتاتة بتاعت اللي هناك دي، اللي اديتك الفلوس عشان تعمل كده في بلدك وفي شعب بلدك، وتقلل منهم وتقلل من كرامتهم وتعمل ده كله، يشوف لك مشروع او يديك دخل بقى مدى الحياة يساعدك بيه، وما تظهرش تاني بقى خلاص. وشكرا.